فاكر لما كنت بتصحى بدري وتفتح قناة براعم من غير ما تاخد بالك؟ الكرتونات دي كانت بتزرع جواك افكار عن الصح والغلط، عن الصداقة، عن حاجات سببت ليك مشاكل نفسية دلوقتي. بس السؤال الحقيقي، هل انت، ايوه انت، الشخص اللي عليه انت دلوقتي جزء منك اتصنع هناك؟ في الفيديو ده هكشف لك ازاي كل كرتون فيهم كان بيشكل حتة جواك وانت طفل. فما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. خلينا نبدا بكرتون الجيل القديم بس هو اللي يعرفه، وهو زيد والعلوم. اللي ما شافش الكرتون ده في طفولته فهو دلوقتي اكيد مش ذكي. مش مصدقني؟ طب خد حل مساله الاسم المطوله دي. زيد والعلوم كان بيتعرض في فتره 2010 لحد 2016 وقت ما القناه قفلت. فاكيد انت فاكر الكرتون ده وفاكر انك شفته في مكان، بس مش مجمع فين ودول مين، وحاسس انه كان حلم. اول ما بيتم عرض الحلقه بحس بريحه يوم السبت او الاثنين وبعد الظهر. زيد في البدايه بيديك تلميح بسيط للحاجه اللي هتدور عنها الحلقه، زي المطره ازاي بتمطر، واللي مش بنقدر نسهر، واللي اهم ليه الموز بيعفن. انا لو سالتك في حاجه من دول دلوقتي هل هتعرف تجاوبني؟ غالبا لا، لان ما مرتش قدامك قبل كده سؤال زي ده. تخيل بقى الجيل القديم كله كان متربى على الحاجات دي. المميز في زيدو اللي كان بيحاول يزرعه هو دايما السؤال بليه. ليه حرفيا؟ ليه الايس كريم بيذوب؟ ليه بخار الماء اسخن من الماء المغلي؟ وده سؤال من عندي، لو حد عرفه جاوبه في الكومنتات. فرط الحركة دي عادة بيربيها فيك زيد من أول ما بيصحى رقص لحد ما بينام، وكل اللي في الكرتون كده مش بيعرفوا يقعدوا. وأنت كطفل لما تشوف حاجة زي دي هتقلده. دلوقتي الأعراض أكيد مؤثرة عليك، ما بتعرفش تقعد ساكت من غير ما تلعب في حاجة. بالمناسبة أنا كان عندي المايك بتاع زيد ده، بس كل اللي كان فاكره إنه كان بايظ ومش بعرف أشغله. زيد كان دايما بيدور ملاحظاته، بيسأل أصدقائه حتى الألعاب بتاعته، وبيعمل معاهم حوار على الضيق. وبنهاية كل حلقة بيلخص لك بسرعة اللي حصل علشان تفضل فاكر المعلومات اللي قالها. هل بتشوف حاليا طفل بيعمل كده؟ الأطفال دلوقتي أغبياء. أنا العضو المؤسس في نادي كارهين الأطفال. حب مادة العلوم، وده بجد اللي مخليه دلوقتي بحب جدا العلوم والكيمياء بشكل عام. كان دايما زيد بيتعلم الحاجات دي كلها في درس العلوم بتاعه مع المعلمة سوزي، واللي بتعرفهم كل الحقائق العلمية وبتعمل معاهم التجارب دي، واللي شكلها مسلي جدا. فبعد ما شفت الحاجات دي كلها اكيد انت طفل ذكي ومعاه شوية معلومات. نسيت اقول اسماء اصدقاء زيد، فلو حد فاكرهم يقولهم في الكومنتات. مين مش عارف شادي الصغير؟ لو مش عارفه فاكيد انت شفت صور ليه وهو الولد الصغير مع اصدقائه فله وبطوط، وكان صوته كيوت. الكرتون جميل للاطفال، مفيش تفاصيل كتير، لكن اللي لاحظته في الكرتون حاجه غريبه. جو الكرتون الهادي فعلا مناسب للاطفال، وكلام شادي القليل بالوقت هيربي معاك فكره الهدوء، ودي حاجه اتمنى لو كل الاطفال يتعلموها دلوقتي. الحاجه التانيه والاخطر اللي خدت بالي منها ان دايما شادي لو حاجه وقفت معاه بيسيبها ويمشي، بيهرب من المواجهه. بمعنى اصح هو مجرد كرتون ومش هيأثر فيك انت، بس يفرق جامد مع الاطفال. بنسبه 70% الناس اللي كانت بتشوف شادي الصغير اللي اسمه الحقيقي بوكويو عندهم حساسيه عاطفيه عاليه. مركب صغير ويدور في البحر الكبير، أنزل الشراع الصغير. دلوقتي خلينا نتكلم عن حديقة المرح اللي تقريبا مفيش حد ما يعرفهاش، بس انا هنا بتكلم عن مواليد 2000 لحد 2007 تقريبا. بعد كده مش هيكونوا سمعوا عن اي كرتون بتكلم عنه النهارده. أحب الاغتسال صباحا ومساء، أساعد أيضا كل الأصدقاء، نظيف هو اسمي بكل سرور، بالنظافة أنا مشهور. انا اوقات بحس ان نصيب بنت، فيا رب يكون بنت، لان كل حلقه كان جوجو بيمثل بوسه. هو الكرتون كله كانوا بيبوسوا بعض، يعني دي حاجه حلوه ممكن تعلم الطفل. يعني مش عارف هتعلمه ايه، بس اكيد هتعلمه حاجه. وكان ده من الكرتونات المفضله ليا، جو الهادي اللي كان دايما يخليك تحس بالناس. اصلا مواعيد عرضه كانت قبل ما قناه براعم تقفل علشان الطفل يشوفها وينام، لان المخرجين بتاع الكرتون صرحوا انهم حاطين موسيقى بترددات محسوبه واسلوب سردي يساعد على النوم. وناس كتير طلعت اتكلمت عن حاجات غريبه بتحصل مع اطفالهم بسبب الكرتون ده، بس ده كله هيكون في فيديو وحده. المهم فعلا جو الكرتون هادي ومفيش كلام حرفيا، مفيش شخصيه بتتكلم غير المخرج نفسه، ونظيف مش بيقول غير اسمه. وبتنتهي دايما الحلقه بكل الشخصيات بترقص وتغني وتنام. من ناحيه الطفل بينام، ومن ناحيه تانية الموضوع بيتقلب لعاده. الاطفال ما بقتش بتعرف تنام من غير لما تشوف حلقه حديقه المرح. غير معظم الاطفال اللي استمروا على مشاهده الكرتون ده دلوقتي ترسخ فيهم حب الهدوء والحساسيه العاليه لاي صوت جنبهم، لدرجه ان ده بيخليهم يلجأوا للعزله والابتعاد عن كل مسببات الازعاج. وفي الاخر بينتهي بالموضوع للتوحد. غير برضه ان الناس دي فيها عاده ان اي مشكله بتقابلهم بيكون ملجأهم الوحيد للهرب هو النوم. يعني اي مشكله تقابلك يلا ننام. ولو حد كان بيشوف سواء شادو الصغير او حديقه المرح لو ما كانش عنده اي اعراض من الحاجات دي اللي ذكرتها يقول لنا في الكومنتات. وقبل ما اخلص الجزء ده، حد غيري كان بيحس زمان ان اللعبه الصغيره دي اللي اسمها الدمى الحمراء هم شاي العروسه؟ الحيوانات الآلية كانوا من المفضلين ليا. لو متعرفوش هيبان لك انه كرتون اطفال، لكن اللي شافه كان عارف كويس هيختار مين فيهم. انا هختار شديد وهو ديناصور قوي، والباقيين مجنحة اللي عندها قوة الطيران، وجسور وهو الذكي اللي فيهم، وخفيفة وعندها السرعة الآلية، ومطاط وعنده قدرة التمدد. وكانوا بياخدوا مهمتهم من بومة اسمها مفكرة. من الحاجات الإيجابية في الكرتون المساعدة سواء للحيوان او الجماد او اي حاجة محتاجة مساعدة، وان الحيوانات دايما كانوا مساندين لبعض. الاستمرار في مشاهدة الكرتون ده بيزرع في العقل الباطن كل المشاعر دي. في الناحية التانية كرتون روبي
الآلي. انا عارف انك حاسس انك شفت الحاجات دي قبل كده بس مش فاكر فين. هو تقريبا نفس فكرة الحيوانات الآلية لكن ممتع اكتر لانه في الفضاء، وروب مع اصدقائه بياخدوا مهمات لحل المشاكل من السفينة وبتشرح لهم كواكب يحلوا بيهم مشكلاتهم. وهنا بقى بيكون في تفاعل مع الاطفال وطول الحلقة بيحلوا المشاكل وبيكونوا سايبين مساحة قبل ما يتكلموا علشان الطفل اللي بيشوفهم يعرف يفكر معاهم ويوصل للحل قبلهم. وفي اخر كل حلقة بيعملوا مراجعة سريعة للدروس المستفادة من اللي حصل، فيا بختك لو كنت بتشوفه. كرتون الدنيا روزي بيصف نفسه فعلا، حرفيا الدنيا روزي فيه هدوء، طبيعه، لعب، مفيش خطر حقيقي ولا عقاب، بيئه مناسبه تماما لاي طفل، اي مشكله بتحل بهدوء، واصدقاء روز كتير، فكر الشجره وده الحكيم اللي فيهم بينون وهو ضب عبيط شويه بس طيب، كرز مش عارف ده صاحب روز ولا اخوها، لين ودي اكتر حد طيب فيهم، بلبله وهي طائر مزعجه، واخيرا الرومبا وده ارنب دايما بيكون مع روز. كان شعور جميل وانا بشوف الكرتون ده وقتها، بحس ان عايز اقوم العب. كان بيجي الصبح بدري وبالليل كان بتيجي حلقات الدنيا فيها ليل بس، على عكس كل كرتونات براعم. الدنيا روز ما كانش بيراعي حته الاطفال او كان قاسي شويه، وده بسبب طريقه الشخصيات مع بعضها. بيتكلموا كويس مع بعض لكن احيانا بيزعقوا لبعض، مفيش مراعاه للمشاعر، وكانت حاجات مستفزه. يعني الشجره الغلبانه دي كان نفسها تنام وكله بيجي يرازي فيها، وكانوا زعلانين لما كان بيشتمهم، وكانت روز اوقات بتنفجر غضب على رومبا بس ده نص الكوبايه الفاضي. لو اتكلمنا عن الايجابيات فهي لمتها مع اصحابها اللي انت متعرفش عنها حاجه، وغير تقبل اختلاف كل واحد فيهم، واحد دب والتاني شجره، وبلبله عندها صديق خيالي وبيعاملوه كانه حقيقي معاهم، وده بيعلم الطفل فكره تقبل الاختلاف وان ما ينفعش نقول على حد اسود يا. الحاجة السلبية بقى اللي لاحظتها بتحصل في أكتر من حلقة، إن كل شخصية من الشخصيات بتفضل نفسها على كل حاجة. ما لاحظتش ده غير لما رجعت أشوف الكرتون مرة تاني، كله بيحب تكون المصلحة ليه أولا. هي دي حاجة عادية بس مش شايف بسبب منطق إنهم يقرروا يعرضوا حاجة زي دي للأطفال. كابتن كريم كرتون قديم قوي وقله فقط هم اللي هيكونوا عارفينه، لكن من اول الكرتونات اللي اتعرضت على قناه براعم. وتميز براعم هنا انها بتعرف تختار ايه الكرتونات اللي بيتم عرضها بالليل. بيحكي الكرتون عن كابتن كريم عنده قطار فيه حيوانات، بصراحه هو من افضل الكرتونات اللي كنت بحبها في الوقت ده، لكن لما بحثت عنه لقيت ان معظم الناس كانت بتشوفه مزعج. معرفش ايه السبب تحديدا، لكن ممكن يكون بسبب طريقه كابتن كريم في الكلام، بس ده في الاخر كرتون اطفال. وتاني حاجه انه محتاج تتعلم الصبر وانت بتشوفه، علشان دايما بتبقى مستني تعرف القصه اللي هيحكيها في الاخر، لان الكرتون مبني على القصه اللي هيتكلم عنها. الكرتون اسمه اصلا كابتن كريم وقطار الحكايات. العبره من الكرتون وليه قلت انه بيديك مشاعر دافئه لعده اسباب. اولا انت مش فاكر شفته امتى بس عارف انك شفته. تاني حاجه تعامل الشخصيات مع بعضها بطريقه ودوده وفي طاقه مريحه وانت بتشوفه، غير ان الكرتون تفاعلي وبيخليك تتجاوب معاه، وبيكون في هدف من الحلقه زي مثلا انهم بوظوا الدنيا فيتحملوا الغلط ويساعدوا في تنظيف المكان مره اخرى. وبناء على قصه الحلقه كابتن كريم في الاخر هيحكي حكايه شبه ابن وتيل. هو كرتون كده شبه احلام العصر، وغالبا هو زي كابتن كريم انت فاكر انك شفته بس مش فاكر امتى ولا فين. ابن وتيل تقريبا اخوات عايشين في جزيره بعيده عن المدينه، واكلهم الوحيد هو العصيده ومش عارف هي ايه. الكرتون هادي ومريح، الوانه غريبه شويه، بحسها كئيبه كده ما فيهاش حيويه، ودايما بيكون الجو برد عندهم. والكرتون محدود على عدد شخصيات مش بيتكلموا اصلا، بس ابن وتيل ونيب وهو مش بيقول غير كلمه نيب. وكان كرتون المفضل وقتها، وكان نفسي ادوق العصيده دي. من الحاجات الغريبة اللي عملتها براعم وهو كرتون الماع، وهو مازال لحد دلوقتي بيتعرض لكنه بادئ من زمن كبير. الكرتون بيحكي عن عائلة الماع وهما خرفان، وقعدت فترة لحد ما فهمت شوية العائلة دي. أولا ده مرعي وهو متجوز بنت جوستاس وماسي واسمها ميران، ومرعي هو الاسم الوحيد اللي فيهم اللي لايق على خروف. المهم جوستاس ده مخلف ولد وبنت مايز وميرا. مايز ده بحسه اسم نجار. الكرتون مش سيء بالنسبة للوقت اللي اتعمل فيه، وكمان الكرتون ممتع جدا وانت بتشوفه، لكن بعد ما شفت شوية وحللته لقيت ان في جوانب سلبية مؤثرة جدا. خلينا نبدأ في الأول بمرعي، وانا شايفه أطيب واحد فيهم. في واحدة من الحلقات كان بيألف أغنية لمراته ميران، وواضح إنه بيحبها جدا، ولما راح يقول لها إنه عمل لها أغنية قالت له مش عايزة تسمعها وعايزة هدية أحسن من كده ومشيت. أنا شخصيا اتأثرت من اللي حصل. تخيل بقى مرعي وراح للباقي يقول لهم إنه عايز يغني لهم، قالوا له لا برضه، وبيقولوا له يا مرعي إيه التربية دي، وراح برضه الجوستاس يغني له، قال له لا شكرا. في الآخر مرعي زعل وقال إنه هيغنيها لنفسه، وبقى الحلقة بيروحوا في الآخر يعتذروا له ويخلوه يغني لهم. لكن بعد إيه؟ وفي حلقة تانية كانت ميرا بتتعلم بيانو لكن أخوها بيتريق عليها، والحلقة مليانة بالمشاعر السلبية. وكل حلقات الكرتون كده بيكون في مشكله بتخلي الجو العام سيء وفي الاخر يصلحوها. وانا مش برشح حاجه زي كده تتعرض، لان في الاخر اللي بيشاهد هو طفل مش هيفهم غرض الحلقه، هيفهم بس اللي حس بيه، سواء كان شعور شفقه على شخصيه او شعور انتقام لما الشخصيه تكسب في الاخر. وفي نهايه المطاف الاتنين هيطلعوا اطفال معقدين نفسيا.
خلينا بقى نسيب كل المشاعر والصفات اللي اتكلمنا عنها شويه ونخش في حاجه اعمق بكتير ونسال سؤال خطير فعلا. هل كرتونات براعم كان فيها شر؟ الغريب ان اغلب الكرتونات دي ما كانش فيها شر واضح، يعني ما فيش شرير اساسي في الكرتون وبيكون واقف على طول عايز يدمر العالم، لكن لو ركزت شويه تكتشف ان كان في نوع تاني من الشر، شر صغير هو بيتكرر في كل حلقه تقريبا. زي ايه؟ اولا السخريه بين الشخصيات والاحباط المستمر، وشخصيه بتحاول تعمل حاجه كويسه والباقي يقلل منها او يتريق عليها. ممكن تقول لي طب ايه المشكله في كده؟ اقول لك المشكله ببساطه ان الطفل بيتفرج بيكون مش بيحلل الموقف زي الكبار، الطفل بيحس بالموقف حتى لو هو مش فاهمه بالكامل، وبيفضل الاحساس ده بيتكرر حلقه بعد حلقه. ولو ركزت شويه هتلاقي ان الفكره موجوده في كرتونات كتير من اللي اتكلمنا عنهم النهارده. خلينا ناخد مثال واضح في كرتون زيد والعلوم. في واحده من الحلقات زيد كان بيتكلم على الجراثيم وايه هي الجراثيم اصلا، وكالعاده زيد بيبدا يسال اصحابه علشان يعرف كل واحد فاهم الموضوع ازاي، فبيسالهم تفتكروا الجراثيم دي ممكن تكون ايه؟ واحد من الاولاد في المجموعه مش فاكر اسمه الصراحه بيقول اجابه غبيه. زيد ساعتها بيتجاهل كلامه وبيكمل مع الباقي، وبعد كده لما يروح درس العلوم المعلمه بتسالهم ازاي ممكن ننظف ايدينا من الجراثيم، فالولد ده بيقول اجابه غبيه تاني ويقول اننا ممكن نمسح ايدينا في البنطلون. المعلمه وقتها بتضحك وبتقول له ان الاجابه غلط وبتبدا تشرح للطلاب الطريقه الصح. في الاخر الولد بيفهم انه كان غلط. لو بصينا للحلقه بشكل بسيط هتلاقي ان الرساله التعليميه فيها كويسه، لكن لو ركزت في التفاصيل هتلاحظ ان نفس الفكره بتتكرر كتير. شخصيه بتقول حاجه غلط والباقي يضحك عليها. الموقف ممكن يكون مضحك وممكن الطفل فعلا يضحك عليه، لكن المشكله ان ده بيتكرر كتير، فالطفل اللي بيتفرج هيبدا يحس بحاجه معينه، هيحس انه مش عايز يبقى زي الشخصيه دي. طيب ماشي مش عايز يبقى زيه، يبقى ايه الحل؟ الحل في دماغ الطفل بيفكر انه ما يقولش حاجه غلط وكده مش هيبقى زيها. لكن خلينا نسال سؤال بسيط، مين اصلا كلامه صح دايما؟ مفيش حد. الغلط جزء طبيعي من التعلم، لكن تكرار المواقف دي ممكن يزرع جوه الطفل شعور غريب، الخوف من الغلط. يمكن كبرت الموضوع شويه لكن دي الحقيقه فعلا. ونفس الفكره دي ممكن نلاقيها بشكل مختلف في كرتون تاني زي كرتون الدنيا روزي. في الكرتون ده في شخصيات كتير لطيفه، لكن في شخصيه معينه كتير من الناس لاحظت انها مستفزه شويه، وهي شخصيه بلبله اللي غالبا بتكون انانيه ومش بتهتم غير بنفسها. لكن خلينا نسيب بلبله شويه ونتكلم عن شخصيه تانية وهو كرز. في حلقه اسمها المصور، كرز بياخد كاميرا من روزي وبيبدا يصور كل اللحظات اللي بتحصل بينهم. هو شايف الموضوع كانه لعبه وانه بيحافظ على ذكريات، لكن في نهايه الحلقه لما يوريهم الصور كلهم تقريبا بيهاجموه، بيقولوا له ان الصور شكلها وحش وانه ما خدش اذن منهم. كرز ساعتها بيتحرج جدا وبيحس انه عمل حاجه غلط. وطبعا العبره من الحلقه ان لازم نستاذن قبل ما نصور. رساله كويسه، لكن برضه السؤال هنا ليه كرتون اطفال بيعرض كل المشاعر السلبيه دي؟ احراج وهجوم من الاصدقاء واحساس بالذنب. انا مش بقول ان الكرتونات دي سيئه، لكن اللي بحاول اوصله ان حتى الكرتونات اللي كانت باينه بريئه جدا كان فيها شكل من اشكال الصراع، واحيانا الشر ما كانش شخصيه، الشر كان مجرد موقف صغير ولكنه بيتكرر قدام طفل بيتعلم لسه. خلينا بقى نتكلم عن اهم حاجه في الفيديو، واكيد انت لاحظتها، شعور غريب حاسس بيه وانت بتشوف الكرتونات دي كلها، وانا امال اذكر لك فيه. الاحساس ده يمكن صعب توصفه بس اكيد حسيت بيه قبل كده. الاحساس انك متاكد انك شفت الكرتون ده قبل كده بس مش فاكر فين ولا فاكر امتى. يمكن كنت صغير جدا او كان شغال في التلفزيون وانت بتفطر مثلا او بتتفرج عليه بعد المدرسه. الغريب انك مش فاكر التفاصيل، لكن الاحساس نفسه واضح، احساس دافي لكن في حته حزن صغيره كانك رجعت للحظه قديمه جدا وكان فيها راحه غريبه. طيب السؤال هنا ليه بنحس الاحساس ده اصلا؟ الاحساس ده ليه اسم في علم النفس اسمه النوستالجيا. والنوستالجيا ببساطه هو شعور الحنين للماضي، لكن مش مجرد حنين وخلاص، هي حاله عاطفيه معقده شويه، مزيج بين السعاده والحزن والدفء والاشتياق في نفس الوقت. سعاده لانك افتكرت حاجه جميله، وحزن لان اللحظه دي خلاص عدت ومش هترجع تاني. ليه بقول لك ان ده اهم جزء في الفيديو؟ لان حرفيا انا هخليك سيرابيست، لكن قبل ما اعرفك تاريخ النوستالجيا خليه في الاول اخليك تفهم هي بتحصل ازاي جوه العقل. في العقل في جزء مهم جدا اسمه الهيبوكامبس. الجزء ده يعتبر زي مكتبه ضخمه للذكريات، وظيفته انه يخزن الاحداث اللي بتحصل في حياتك. لكن مش بس كده، الهيبوكامبس كمان بيربط الذكريات بالمشاعر. يعني لما دماغك يخزن ذكرى معينه مش بيخزن الصوره بس، لكن بيخزن معاها كمان الاحساس اللي كان موجود في اللحظه دي. علشان كده لما تشوف حاجه قديمه زي كرتون كنت بتتفرج عليه زمان وانت صغير، المخ فجاه بيرجع يفتح الملف القديم ده، وفجاه مش بتفتكر المشهد ده بل بتحس كمان بنفس الاحساس اللي كنت بتحسه وقتها سواء كان سعاده او حزن. بس السؤال هنا النوستالجيا دي جت منين اصلا؟ القصه ترجع لزمن بعيد جدا. في القرن ال17 كان في طبيب لاحظ حاجه غريبه جدا بتحصل مع العمال السويسريين اللي بيشتغلوا خارج بلدهم. العمال دول كانوا بيعانوا من اعراض غريبه جدا، ارق شديد وتوتر وتعب نفسي واحيانا حتى تشنجات في المعده. في البدايه الناس كانت فاكره انه مرض جسدي، لكن بعد فتره من البحث الطبيب اكتشف السبب الحقيقي. العمال دول كانوا ببساطه مشتاقين لبلدهم، كانوا مشتاقين لبيوتهم اللي كانت في جبال سويسرا، ومن هنا قرر يسمي الحاله دي باسم جديد النوستالجيا. الكلمه نفسها اصلها يوناني، جزء منها نوستوس واللي معناه العوده للوطن، والجزء الثاني الجوس ومعناها الالم. يعني حرفيا الكلمه معناها الم الاشتياق للوطن. في الوقت ده النوستالجيا ما كانتش مجرد احساس، الناس كانت شايفاها مرض حقيقي، لدرجه ان بعض الاطباء كانوا بيسموها وقتها الوباء السويسري، وكانوا بيعتقدوا انها ممكن تسبب اكتئاب شديد اللي ممكن يؤدي للانتحار. لكن مع مرور الوقت العلماء لاحظوا حاجه مهمه،
الاحساس ده مش بيصيب السويسريين بس، وما كانش مرتبط بالوطن فقط، اي شخص كان ممكن يحس بنفس الشعور، لكن بسبب ذكريات قديمه ومع تطور علم النفس اتغير مفهوم النوستالجيا، وبدل ما تبقى مرض بقت ببساطه حنين للماضي، الحنين للحظات او اشياء بسيطه زي مثلا كرتون قديم. لما شفت كرتون من الكرتونات اللي اتكلمنا عنها زي عتيقة المرح او كابتن كريم، ممكن فجاه تحس انك عايز ترجع للفتره دي حتى لو مش فاكر تفاصيلها. الغريب ان الاحساس ده بيكون خليط من المشاعر المختلفه، لكن ليه مجرد مشهد من كرتون قديم ممكن يعمل كل ده؟ خليني اقول لك السر، لكن المره دي بمنظور كيميائي شويه. لما بتحصل النوستالجيا دماغ بيبدا يفرز مجموعه من الهرمونات، اول واحد وهو الدوبامين، واكيد كلكم عارفينه وهو هرمون السعاده. عشان كده لما تشوف ذكرى قديمه ممكن تحس بسعاده غريبه حتى لو المشهد بسيط جدا. تاني واحد وهو الاكسيتوسين، وده برضه يعتبر هرمون سعاده لكن مرتبط شويه بالناس والعلاقات، وده منطقي جدا لان اغلب ذكريات الكرتون القديم مرتبطه بفتره الطفوله. والهرمون الثالث وهو السيروتونين، وده هرمون مهم جدا لتحسين المزاج وتنظيم المشاعر. لما الهرمونات دي بتتفرز مع بعض النتيجه بتكون الاحساس الغريب ده، مزيج من الراحه والسعاده والحنين. لكن المفاجاه الحقيقيه هنا ان النوستالجيا مش بتشتغل مع اي حاجه، هي غالبا بتحصل بس مع الاشياء اللي كانت جزء من روتينك زمان، يعني الحاجات اللي كنت بتعملها بشكل متكرر زي كرتون كنت بتتفرج عليه كل يوم. يمكن بعد المدرسه التكرار ده بيخلي الذكرى تترسخ في الدماغ لدرجه ان حتى لو كبرت ونسيت التفاصيل الذكرى نفسها تفضل موجوده في مكان جوه عقلك. وعلشان كده ممكن تشوف كرتون قديم فجاه فتحس باحساس غريب، احساس انك شفته قبل كده لكن مش فاكر امتى ولا فاكر فين. وبعد كل الكرتونات والذكريات دي كلها خلينا نسال سؤال اخير، هل الكرتونات دي كانت مجرد كرتونات اطفال ولا كانت حاجه اكبر من كده؟ في الحقيقه انها طبعا مش مجرد كرتون اطفال، لكن كانت بتبني جوه عقلنا عالم كامل مليان بالمشاعر. علشان كده لما تشوف الكرتونات دي كلها بتحس باحساس الحنين ده. فيا ترى ايه اكتر كرتون حسيت بالحنين لما شفته؟ وبس دي نهايه الفيديو، سلام.